جمعنا في كبيرا قرأناه وسمعناه موسيقى وعشنا المدينة والمدينة التي نريد. جمعتنا أحيانا سر الناظرين وتتلهف لها الروح حتى تصبح رائدة كل العراقيين غامرة بالقراءة والمعرفة والنقاش السلمي والنبيل. بأن ذهبت خطواتنا إلى الأمام وباتجاه ثقافة خالية من المحافظات والأغذية. وراح كلامه ينشر رائحة السعادة الممزوجة بفعالية الرسم والعزف والرقص والمسرح وكل ما يكون جمالا. ذهبت بلادنا أمس الأخيرة وصار واضحا مشاريعنا وقد بلادنا بلاد في كتابه وبالقراءة وبالفكر المتعود والتفوت نعيد هويتنا الأصيلة. هويتنا صدى بي صدى. أنا هي بشرى مع أخواتها الأخريات من زارعات المحبة والجمال ستقدم لكم الكتاب البحري بتنوعه الفكري الملهم الحوار والتبادل والتعايش. أصدقائنا الأعزاء، شكرا لكم ونتمنى أن تقضوا وقتكم بالقراءة والمطالعة.